كونك الحمد لله نويت انك تسلك طريق ربنا وقررت اخيرا تتوب، فانت لازم تسمع الشروط دي عشان تضمن توبة صادقة مع الله وتلتزم بعدها بقى وتكمل ان شاء الله الى اخر الطريق. فدول 4 شروط لقبول التوبة. اول حاجة الندم، انك تندم على الذنب اللي انت عملته، دي لوحدها توبة. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. يعني لازم قلبك يتحسر على اللي فات وتحس انك غلطان فعلا وتعترف بغلطك عشان تقبل. من غير ندم مفيش توبة. تاني حاجة الإقلاع عن الذنب. طالما قلت يا توبة يبقى لازم تبطل الذنب فورا. ما ينفعش تقول هتوب وانت لسه بتعمل المعصية. ما ينفعش تقول هصلي بكرة وانت لسه تارك للصلاة. قلت هصلي يبقى قوم صلي حالا، ما تستناش ولا دقيقة. لازم توقف الذنب حالا. تالت حاجة العزم على انك ما ترجعش تاني. مش تتوب النهاردة وترجع بكرة. ربنا بيغفر ماشي، بس لازم تكون صادق. قال ابن القيم: التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها، كما لا يعود اللبن في الضرع. رابع حاجة ترجع الحقوق وترد المظالم لأصحابها. سرقت ترجع المسروق، اغتبت تستسمح أو تدعي للي اغتبته، ظلمت تصلح اللي أفسدته. ولما تعرف إن ربنا بيقبل توبة أي حد إن كان صادقا وبيغفر له كمان في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هتقوم تتوب حالا. لو انت تبت فاعرف ان ربنا وفقك واختارك، مش جدعنة ولا شطارة منك. لان زي ما انت بتندم على الذنب وتتوب منه في اسرع وقت، في ناس لا تبالي اصلا بعدد او نوع الذنوب اللي عملتها، وفي اللي بيأجل التوبة. والله اعلم، يا التوبة تيجي الاول يا الموت يجي الاول. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف ان يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا فطار. لو عايز توبة حقيقية نفذ ال4 شروط دول وارجع لربنا بصدق. ساعتها هتشوف الفرق، هتحس بطهارة في قلبك ما حسيتهاش قبل كده. بلغتكم، فاللهم فاشهد.